من جديد نرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي ملاعب العرب في الوطن العربي الكبير. وصلنا إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة، حوار مع واحد من الإعلاميين الرياضيين العرب الكبار، له تاريخ حافل في مجال الصحافة المكتوبة والمتلفزة. إنه الأستاذ فايز وهبي، الإعلامي السوري الكبير الذي بدأ حياته مع جريدة الاتحاد السورية، وهي جريدة رياضية كان يصدرها الاتحاد الرياضي العام، أعلى سلطة رياضية في سوريا. كان واحدا من المساعدين الأوائل والكبار للمرحوم عدنان بوزو، المعلق والصحافي والإعلامي السوري الكبير. كان أيضا أحد المؤسسين لجريدة الرياضية السورية، وهي جريدة كانت خاصة، لأول مرة تصدر في سوريا صحف خاصة، وكانت هي الجريدة الأولى. انتقل للعمل مع التلفزيون السوري، علق على كرة القدم، قدم برامج، الآن يقدم برامج على قناة تلاقي السورية الحكومية، برنامج الكرة حياتي. معنا ومعكم ضيفنا وضيفكم الإعلامي السوري الكبير الأستاذ فايز وهبي. مرحبا أبو بشر. مساء الخير أبو محمد، وأنا سعيد جدا بتواجدي معك بعد غياب فترة طويلة. 8 سنين 5 سنين تقريبا، لا هو آخر زيارة لا 8 سنين لمصر من 2007 الدورة العربية. 2007 نعم. على كل حال أنا بتمنى لك التوفيق بهذا البرنامج اللي عم يشكل إضافة كبيرة للمشهدين الرياضي والإعلامي العربي بنفس الوقت. أشكرك شكرا جزيلا. أولا مرحبا بك في مصر بلدك، وما أقدرش أقول لك وطنك الثاني. السوريين كلهم في مصر بلدهم، يعني مصر وسوريا توأمان وليس شقيقتان. صحيح. يعني ما نقدرش نقول اسم سوريا كده وجسمنا ما يقشعرش، ونفتكر النضال المشترك من أيام عماد الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي، الظاهر ببرس قطز، التاريخ المصري السوري العريق في النضال العربي. هذه واحدة. مستحيل ما نذكرش التاريخ الحديث، صح. ونذكر ما عانيناه معا في 67 وما جنيناه من ثمار النصر في 73 في تشرين أكتوبر 73، ثم ننظر الآن إلى الحال في سوريا الحبيبة الشقيقة وهو يدمي القلوب. حدثنا عن سوريا أرضا وشعبا، حدثنا عن سوريا تاريخ ومكان، مدينة عراقة، مع هؤلاء الدواعش الخارجين على القانون وعلى الدين الذين يعلنون كل يوم يعني جذب جزء من قطعة الأرض الغالية. حدثنا عن سوريا الأرض والشعب. طبعا للأسف أنه وصلنا لهذه المرحلة من التشرذم العربي بصراحة. السوري باختصار، المواطن السوري هو كما طائر الفينيق، ينتفض من تحت الرماد وينطلق إلى السماء. المواطن السوري معروف بإرادته، بقوته. الحياة في سوريا رغم كل الظروف الصعبة، لكن المواطن السوري يعيش ويرفع راسه دائما، وفي شعار أنت سوري ارفع راسك دائما. السوريين راسهم مرفوع دائما وين ما راحوا أشرف، وأنت صديق لسوريا ومحب وعاشق لسوريا، وزياراتك لسوريا يمكن تعدت العشرات من الزيارات. وعشت وبتعرف مين هو المواطن السوري. طبعا الحياة صعبة في سوريا في بعض المناطق الساخنة، لكن المواطن السوري صابر. في بعض المدن الآمنة، طبعا المدن الآمنة حياة طبيعية جدا. أنا يعني صار لي 5 سنوات ما جيت على القاهرة، وبتعرف الأخبار تيجي من برا مختلفة، إنه الحياة صعبة ومشاكل وإلى آخره. كما الحياة طبيعية الآن في القاهرة، أيضا في المدن الآمنة في سوريا. طيب نعرف السادة المشاهدين إن بيني وبينك الإعلام العربي السياسي يعني عمل لنا غصة كده وقتلنا، وكنا بنجأر بالشكوى هنا في مصر ونقول يا جماعة يا أخواننا العرب، مصر والله كويسة وآمنة، وتعالوا شوفوا. يقول لك لا ده احنا سامعين في ميدان التحرير وسامعين في ميدان روكسي وسامعين. يا جماعة ليس من رأى كمن سمع، أنتم تسمعون بعين كاميرا لقناة محددة بعينها، هي ذات الكاميرا وذات القناة التي فرضت علينا أحداث سوريا وأحداث ليبيا وأحداث العراق. صف لنا الوضع. الأخبار تقول 50% من الأراضي السورية تحت السيطرة الدواعشية. طبعا الإعلام اللي قصدته اللي بنعرفه كلنا إعلام موجه وإعلام مبالغ، ببالغ بالأخبار، مثل ما كان عندكم في المشاكل اللي عاشتها مصر وإن شاء الله ما بتعيشها مرة ثانية. المبالغة دائما كانت موجودة، والكذب هو اكذب اكذب اكذب، هذه القاعدة المعروفة حتى يصدقوا الناس. هذا أسلوب مكشوف صار في الإعلام، وما يقال عن 50% طبعا هو مجرد أخبار غير مغلوطة وأخبار غير حقيقية. أنا مالي محلل سياسي حتى أقول لك شو. لا أنا عايز على أرض الواقع. على أرض الواقع محلل بشري إنساني إعلامي صرف بتاع رياضة
مش بتاع سياسة. ما في شيء بيتخبى الإعلام هلا المعروف، يعني في بعض المناطق يعني دمشق نعلم وأنت قادم منها أنها تمام. دمشق والساحل السوري ومدن الساحل السوري، اللاذقية وطرطوس والمدن الصغيرة بانياس جبلي كلها آمنة ما في شيء. حمص حماة ما في شيء. إدلب مثل ما بنعرف إنه دواعش كمان يعني دخلوها للأسف. نعم. وفي مدينة صغيرة هي مدينة أثرية تدمر نعم. ونخشى على يعني المشكلة في تدمير للثقافة العربية والتاريخ العربي. نعم. من خلال يعني دخول دواعش إلى تدمر، وهي مدينة أثرية ومن أقدم المدن الأثرية في العالم، وهي قريبة من العراق، من الحدود العراقية. لا هي بعيدة، هي في وسط البادية السورية. نعم. لكن قريبة على طريق العراق. نعم فيها قريب منها. طرق تؤدي كلها مثل ما يقولوا، الطرق تؤدي كلها إلى روما. الحقيقة هو تدمير للذات العربية وللتاريخ العربي وللثقافة العربية للأسف. يعني بقولها أنا بأسى صرنا نخجل أن نقول عن أنفسنا إن إحنا عرب. نعم للأسف. نعم. هنا تذكرني بمقولة الشاعر العربي السوري الكبير نزار قباني في قصيدته الشهيرة: متى يعلنون وفاة العرب، لكننا كعرب سنصمد، وبإرادة الحر الكريم سنستمر وننتصر أولا على الدواعش. الدواعش ليسوا فقط هم الذين يجلسون فيما تسمى دولة الخلافة في الشام. لا، ده الدواعش في كل مكان لابد أن يتم القضاء عليهم. ننتقل من هذه النقطة إلى النقطة الثانية. هل اتخذتم من الرياضة إرادة وحالة من المقاومة تقولون فيها للقاصي والداني السوري يمرض ولا يموت؟ صحيح. والدليل الكرة السورية رغم كل الظروف ورغم الحصار والعقوبات لفرضها الاتحاد الدولي بمنع المنتخبات السورية والأندية السورية تلعب على أرضها في البطولات القارية والدولية خلال ال4 سنوات الماضية، ورغم غياب وعملية التفريغ اللي أصابت الرياضة السورية، التفريغ من النجوم والمدربين إن كان خلال الهجرة أو من خلال الاحتراف. على سبيل المثال أكثر من 150 لاعب سوري بكرة القدم محترف في الدول في الأندية العربية. نجحت الكرة والرياضة السورية أن تتحدى، وأنا دائما بقولها في برنامجي، الرياضة السورية تتنفس بقوة رغم عملية الخنق التي تمارس عليها، لكنها تتنفس بقوة. والإنسان السوري أثبت بأنه رغم كل الظروف الصعبة هو قادر على تحقيق الإنجاز، وهذا انعكس على النتائج الإيجابية اللي حققتها المنتخبات السورية والأندية السورية في مجال كرة القدم وأيضا في باقي الألعاب إن كانت فردية أو جماعية. على سبيل المثال دوري السوري للناشئين واقف من 4 سنوات. كان بالقبل كان في دوري ناشئين منتظم ودوري شباب، لكن الظروف ما سمحت انه يصير في دوري عام، صار في دوري مناطق بالمدن. منتخب سوريا للناشئين دون استعداد، لم يستعد سوى تدريبات محلية، صعد لكأس العالم وبكادر وطني. نعم نجح في انه يتأهل. الفريق العربي الوحيد اللي راح يتواجد في تشيلي في نهائيات كأس العالم هو منتخب سوريا للناشئين. نعم في أكتوبر المقبل إن شاء الله، وبجهاز تدريبي كامل وإداري سوري بالمية. نعم. منتخب سوريا الأولمبي حطم أرقام قياسية في تصفيات آسيا. أنت أمدت أمديت البرنامج بلقطات. أتمنى من الزملاء كريم ومحمد أنه يعرضوا بعض اللقطات لهذه الإنجازات سواء على صعيد الأندية والمنتخبات السورية أو على صعيد البطولة المحلية تباعا. سنتابع مثل ما قلت أنت، حالة وطنية. الرياضة السورية والرياضي السوري عم يمارس حالة وطنية، عم يتحدى نفسه، عم يتحدى الآخرين، عم يتحدى الظروف الصعبة، وعم ينجح ويتفوق. مثل ما قلت لك يعني التشبيه الأمثل هو كما طائر الفينيق، نتائج عم يطلع طائر الفينيق. نعم من تحت الرماد ينطلق في الفضاء ويحقق النتائج الإيجابية. منتخب الأولمبي حطم أرقام قياسية، أهداف بالجملة، تصدر مجموعته بكل سهولة وتأهل لنهائيات كأس آسيا التي ربما هي واحدة من المباريات التي سنتابعها الآن أمامنا. هي بالنسبة لبطولة الأندية الآسيوية كأس الاتحاد الآسيوي. هي فريق الوحدة اللي تأهل للدور الثاني يوم الثلاثاء في عنده الوحدة البرتقالي طبعا. البرتقالي نعم لأن أنتم بتسموه الوحدة البرتقالي وبسموه البرتقالي أو البرتقالي الدمشقية. نعم البرتقالي الدمشقية. نعم طبعا نادي النجم الكبير نزار محروس. نعم طبعا ونجوم كبار عساف خليفة، نجوم معروفين. نعم هي من مبارياته في الدور الأول دوري المجموعات، ورغم خوضه كل مبارياته خارج أرضه مع فريق الجيش. أنا لسه عايز أسألك. الفرق السورية تشارك خارج ملعبها ذهابا وإيابا على فرق المنافس، والمنتخبات السورية أيضا ما في حظر الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي. أنتم والعراق حظر الملعب. نعم. ومع رغم هذه الظروف، رغم أنه عم تلعب أنت خسران الأرض
ميزة الأرض والجمهور نعم. وعم تدفع تكاليف مالية كبيرة وعم تلعب بأرض الخصم وعم تتفوق عليه. نعم. وفي ناحية تانية كان هي مهمة كتير إنه الفرق السورية عم تلعب بلاعبين سوريين 100% وخالين من النجوم المعروفين، وما فيش أجانب، ما في أجانب، بدون محترفين. مين هيحترف؟ نعم. بالأندية الثانية 4 محترفين عم يشاركوا. ومع هيك فريق الجيش تصدر مجموعته وفريق الوحدة المركز الثاني رغم انه تفوق على الوحدات هو المتصدر في عمان في المباراة الذهاب بهدف وعادلوا في المباراة الثانية بدو. طبعا فريق مع الوحدات. نعم. فريق الجيش نعم. مثل ما بنعرف كمان صدر مجموعته بقوة ولم يخسر أي مباراة في الدور الأول. مثل ما هي احدى مباراه الجيش ومباراه الوحده والوحدات اللي فاز فيها الوحده بهدف مقابل لا شيء في عمان. وانت بتعرف اشرف فريق الوحدات بيضم 4 لاعبين محترفين و7 لاعبين من منتخب الاردن. نعم. وفريق بطل الدوري السنه دي فريق محترم. صحيح. نعم. ويفوز يعني هذا يعكس حاله الإرادة القوية، تحدوا نفسهم. الرياضة هي يعني وسيط لنقل رسالة الشعب السوري تماما ضد كل من يتآمر على سوريا. تماما. يعني الرياضي السوري هون هو عم يقاتل، يعني الصحفي عم يقاتل في منبره، الرياضي بيقاتل بمنبره وهي الملاعب وهكذا. يعني وقت الجيش والوحدة عم يتأهلوا للدور الثاني من كأس الاتحاد الآسيوي، منتخب سوريا في كأس العالم، منتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا، منتخب سوريا الأول الآن كمان عم يستعد لتصفيات المشتركة الآسيوية ولمونديال هتنطلق يعني الأسبوع الأول نعم من الشهر القادم إن شاء الله. هي مو بس بكرة القدم أستاذ أشرف، يعني حتى في كرة السلة مثلا شاركت بنات الوحدة في بطولة غرب آسيا واحتلت المركز الثاني. أيضا صارت البطولة في الأردن وخلفت وراها عدة أندية معروفة. البطولات الفردية من كم يوم قبل ما أجي كنت في دمشق، أبطال سوريا في ألعاب القوى كانوا عم ينالوا مراكز متقدمة. ورفع الأثقال في الدوحة، ورفع الأثقال والمصارعة وبالسباحة. الثلاثي كان موجود في شرم الشيخ. نعم، لكن هي كمان ممكن نحكي عنها، رح نحكي عنها. هي يعني للأسف يعني هذا الحصار معلش بنقول نحن انه الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لأنه بسبب الأزمة في سوريا منعوا المنتخبات السورية ولا تلعب في أرضها، لكن الاتحادات العربية تمنع اللاعبين السوريين من بعض المشاركات. في بعض الاتحادات بتسمح لهم، لكن بالنهاية ما عم تسمح بتتويجهم مثل ما صار في الأسبوع الماضي. احنا أثرنا الأمر ده في الأسبوع الماضي هنا في ملاعب العرب، وسجلنا مع العديد من الشخصيات الإعلامية والرياضية العربية. الكل أيد موقف الاتحاد المصري الاتحاد العربي للثلاثي الذي يترأسه اللواء أحمد ناصر، بما فيهم اللواء أحمد ناصر أيد مشاركة السوريين في كل الفعاليات العربية، وعلى الجامعة العربية أن تنحي جانبا السياسة من الدخول إلى معقل الرياض. لكن للأسف التزمت كل الاتحادات بأنه في حال فوز لاعب سوري أو لاعبة سورية لا يتم التتويج إلا تحت رايتين، أحد رايتين، الاتحاد الدولي للعبة أو جامعة الدول العربية، لأن عدم الالتزام يعرضهم لماذا؟ لعقوبة من الجامعة العربية. طيب إذا كانت الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية واللجان الأولمبية الوطنية واللجنة الأولمبية الدولية تعترف بالرياضي السوري، نعم، وهي أعلى سلطة رياضية في العالم، إن كان اتحاد دولي لأي لعبة أو اللجنة الأولمبية الدولية. شو التفاوت هذا وشو هالمنطق هذا للأسف البعض. نحن في الوطن العربي أصحاب الأوجه المتعددة حسب الحالة، ولذلك الزميل أيمن بدرة كان له تعبير في الحلقة الماضية أعجبني جدا. قال لك الجامعة العربية لا تحل ولكنها تصدر مشاكل. يعني هي المفروض تحل المشاكل، ما بتحلش، فبستني كده، لا هي بتقوم بإيه؟ بصناعة المشاكل. للأسف في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وكنت حاضرا هذا الاجتماع وتابعت مطالبة صريحة من اتحاد اللجان العربية بعدم التعامل مع الرياضة السورية الرسمية، وكأن لدرجة أن واحد قال ربما يكون هذا اللاعب يعارض النظام الذي أنت تعارضه أو تختلف معه. فلماذا تعاقب هذا اللاعب؟ الخوف أخي فايز، وأرجو أن تطمئنني على هذه النقطة، أن الرياضيين السوريين ربما يكون في حلوقهم غصة تبقى معهم مع الأيام، لأن ده نشء وشباب يقول لك أنا حضرت بطولة كذا وأشقائي العرب حرموني من التتويج. هل موجودة دي؟ أكيد. وعاشوا اللاعبين السوريين في شرم الشيخ. يعني أنا عم بحرز إنجاز وطني وسعيد جدا أني أرفع علم الوطن. وأني أتوج
تلغى النتائج، ما انت مالك متوج، ما انا فزت في مركز اول وفي بطوله، لا تعتبر لا يعني ما صار في اعتراف بفوزه ولا اعتراف بتتويجه بنفس الوقت. نعم. اكيد انت يعني حط حالك محله اشرف. نعم. طب قول لي ايه الرساله اللي عايزين تقولوها كرياضيين واعلاميين سوريين لجامعه الدول العربيه ووزراء الشباب والرياضه العرب اللي هم اصحاب المشكله؟ لا يستحق البعض انه يبعث لهم هي الرساله. واضح ان المراره ممتلئه عن لا آخرها. يعني نعم. رياضيين هدول، معلش هدول رياضيين، ما اولادي اولادك اولاد عم يمارسوا الرياضه. نعم. طب يا اخي مثل ما قلت انت، خلينا نفصل السياسه عن الرياضه، واذا كانت الاعلى سلطه رياضيه في العالم عم تعترف بالرياضيين ان كان سوريين ولا مصريين مين انتم يا بعض العرب لحتى تمنعوا الرياضيين السوريين من التتويج ومن المشاركه؟ نعم. نعم. أرجو أن أنقل أنا هذه الرسالة نيابة عن كل اللاعبين والشباب والشبيبة هناك في سوريا الشقيقة، بل وفي كل قطر عربي يتعارض فكر نظامه مع جامعة الدول العربية، فلنبقي الشعوب ولنبقي الشباب والفتية والفتيات جانبا بعيدا عن الخلاف، لأنه السياسة لا عداء دائم ولا صفاء دائم. أنتم يا أهل السياسة من قلتم لنا هذا، أرجوكم باسم الإنسانية ابعدوا الرياضة عن السياسة، توغلوا فيما تشاءون، كفاكم السياسة ملعبا، كفاكم الاقتصاد مكانا، واتركوا لنا الرياضة تكون حمامة سلام بين الشعوب العربية لنبقي على الود الصافي دون تعكير. أنتقل معك من هذه النقطة إلى انتظام البطولات، كيف يتم؟ يعني كتير اعتقد البعض، حتى انت بتذكر انت العام الماضي انه سالتني انه معقول عم يصير في بطولات بسوريا وفي دوري عام وفي جمهور عم يحضر؟ نعم. تذكر الحقيقه الظروف الاستثنائيه اللي عم تعيشها او المشهد السوري بشكل عام. نعم. فرض على اتحادات الالعاب انه تنظم بطولات مختلفه باسلوبها. مثل ما بنعرف الدوري السوري لكره القدم كان دوري عام، نعم، على مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه، لكن بسبب الأحداث اللي عاشتها سوريا صار في دوري من مجموعتين. مجموعة بتلعب ذهاب وإياب، لاذقية ودمشق، والعكس بصير بالنسبة للمجموعتين، بتأهل من كل مجموعة 3 فرق إلى الدور النهائي، بيهبط آخر الفريقين. ومشان يعطوا فرصة أفضلية للفريق اللي شارك وطريق أول في مجموعته بيحمل معه 3 نقاط، نقطتين للثاني ونقطة للثالث. بيلعبوا دوري في النهائي من مرحلة واحدة. نعم. يتوج في النهائي صاحب النقاط الأكثر. وأعتقد اللي توج أخيرا الوحدة في الموسم هذا لم ينتهي بعد. نعم. بسبب مشاركات الوحدة والجيش. توقف مباريات كثيرا. بدأ هلا مرحلة الإياب للمجموعة الثانية اللي كان مصدرها الوحدة، لكن الوحدة مؤجلة مبارياته حتى ينتهي من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. هي بالنسبة لكرة القدم. كأس الجمهورية أيضا شغال لم يتوقف. نعم. اللي هو الكأس، مباريات الكأس. نعم. شغالة أيضا. بالنسبة لبقية الألعاب أيضا كرة السلة انتهت البطولة قبل أيام، والمفاجأة الكبيرة كانت أنه حضور الجمهور الكبير في صالة الفيحاء. 4000 متفرج كانوا وصلوا 5000 متفرج عم يتابعوا المباراة النهائية لجمعة الوحدة من دمشق والاتحاد من حلب، يلي شارك رغم كل الظروف الصعبة اللي عم تعيشها مدينة نعم. حلب. نعم. شارك بالفئات كلها، نادي الاتحاد شارك، نادي الجلاء بالسيدات أيضا. دوري السيدات كان مترافق مع دوري الرجال وانتهت البطولة. لكن بغض النظر مين فاز باللقب، لكن المشاركة الكبيرة، حضور الجمهور الكبير للصالة رغم كل الظروف. يعني أعطيك شغلة بسيطة، كان كتير ناس خايفين يتوجهوا على صالة الفيحاء اللي بتعرفها انت. نعم، في دمشق. لأنه كتير من قذائف الهاون كانت تصل لهالمنطقة، وللأسف تعرض الكثير من الرياضيين إلى إصابات ومنهم من استشهد كثير من اللاعبين. سنتوقف عند هذه النقطة. نعم. لأنني أريد أن أعرف تفاصيل عن ضحايا. نعم. الرياضة في هذه. نعم. الأحداث السورية. فاصل مشاهدينا الكرام، ثم نتواصل في هذا الحوار مع الإعلامي السوري الكبير أستاذ فايز وهبي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي ملاعب العرب في كل مكان من وطننا العربي الكبير. نواصل معكم ومع ضيفنا العزيز الأستاذ فايز وهبي الإعلامي السوري الكبير الحديث عن الكرة السورية والرياضة السورية، بعد أن سبق وتحدث في الجزء الأول من حواره عن الشعب السوري المناضل صاحب الإرادة مثل طائر الفينيق الذي ينطلق من تحت الرماد ليتسيد السماء. من جديد نرحب بك أستاذ فايز،
كنا توقفنا عن حضور الجماهير للمباريات. نعم. وأولا حدثنا عن الضحايا من الرياضيين. طبعا ما هو الرياضي واحد من مواطن. نعم. الحقيقة من كثير من فقدت الرياضة السورية الكثير من الإداريين والمدربين والإعلاميين، وأشهرهم الدكتور مروان عرفات. نعم الله يرحمه. نعم اللي كان هو رئيس الزميل والصديق العزيز. نعم رحمه الله. رئيس اتحاد كرة القدم وحكم دولي ومحاضر آسيوي ودولي. طبعا كان في المكان والتوقيت غير المناسب على طريق دمشق، على طريق عمان دمشق، وفي الطريق رصاص طبعا طائش أصيب فيها وانتقل إلى رحمته تعالى. ايضا العديد من اللاعبين مو بس بكرة القدم، يعني اخر الشهداء في ميادين كرة اللعبة كان مدرب منتخب سوريا لحراس المرمى الكابتن صلاح مطر، اللي ايضا في قذيفة هاون اصابت المنطقة اللي كان موجود فيها في العاصمة. ومن اللاعبين المعروفين طارق غرير لاعب منتخب سوريا للناشئين. نعم. ونجد اللاعب الدولي فؤاد غرير ايضا في مدينة حمص ايضا جراء قذيفة هاون، وعدد كبير ايضا من لاعبي كرة السلة وكرة القدام وبقية الالعاب الفردية. يعني ما راح اذكر ربنا يرحم الجميع. يعني اكثر من احصائية ما عم اتذكر قديش هي، اكثر من 150 رياضي بكافة الالعاب كانوا ضحايا الازمة اللي عم تعيشها سوريا. ربنا يرحم من راحوا ضحايا لهذه الأحداث، ويتغمدهم برحمته ويصبر أهلهم ويعيد لحمة الشعب السوري ويعيد سوريا حرة أبية مستقلة بلواء واحد وعلم واحد. نذهب معك إلى التتويج وحضور الجماهير للمدرجات. يعني المتناقضات التي تعكس الإرادة السورية. نعم. هنتابع عبر الشاشة الآن ما أحضرته لنا من لقطات. نعم. وأشرف المفاجأة كانت بالحضور أطفال. العرض قدامك. نعم. هي بملعب تشرين بدمشق في وسط العاصمة، المباراة الفاصلة على بطولة الدوري السوري الموسم 2013-2014. كان وصل المباراة الفاصلة فريق الجيش مع فريق الوحدة. عم نشوف هون نجوم الكرة السورية طبعا اللي هن عم بيدربوا فريق الجيش، معروف أحمد عزام اللي كان يوم من الأيام كان في يوم من الأيام يلعب مع الأهلي. نعم. أيوة. وأنس مخلوف مدرب الفريق. الظاهرة الجميلة كانت حضور السيدات الأطفال، جمهور كبير. نعم جمهور. ومفاجأة كانت بهذا الحضور، نساء أطفال مع أولادهم عم يحضروا وعم يشجعوا. الإرادة الإنسانية. نعم يعني كانت مفاجأة كبيرة، بأنه الناس خايفة أنه لأنه قبل أيام كمان قذيفة هاون سقطت في الملعب وراح ضحيتها عدة لاعبين جرحى، واستشهد أحد لاعبي فريق الوسبة في هذا الملعب. نعم. تحديدا في العام الماضي. طبعا هي مشاهد. طبعا هي انتهت المباراة بفوز الوحدة بهدف مقابل لا شيء، وهو اللقب الثاني كان له في الدوري السوري. ده الهدف. نعم. لكن الفائز الحقيقة كان الرياضة السورية بشكل عام، كانت نعم. هي فائزة بالحضور الجماهيري اللي هو كسر قاعدة الخوف اللي كانت الناس بتخاف. نعم. لأنه قذائف عم تجيك مثل المطر للأسف. لكن الآن الأحوال بالعاصمة دمشق جماهير محتشدة. نعم. يعني وتشجيع مثالي. وشوف الأطفال أنت والنساء مثل نعم واضحين. نعم. البرتقالة الدمشقية دائما وأبدا حاضرة وجماهيرها نعم. حاضرة. نعم. وعم نشوف نحن فرحة الجمهور وفرحة لاعبي الوحدة. طبعا ال 150 لاعب اللي انتقلوا للاحتراف في الملاعب العربية والأوروبية، وعدد كبير من المدربين انتقل إلى آدي التتويج. هنا دي التتويج. لحظة. نعم. التتويج اهي. نعم. يعني بصراحة مشهد. كابتن نادي الوحدة، كابتن لاعب سوريا السابق الدولي السابق ماهر السيد طبعا نجم نعم. كبير، وأخو حسام السيد. نعم. حسام نعم. السيد أيضا عم يلاقي نجاح على كبير. الأعناق أهو. نعم. حسام مدرب الآن. نعم. نعم في فريق الجوية العراقي ومن أفضل الفرق ومتصدر نعم. في الدوري العراقي، في الدور نعم. النهائي من الدوري العراقي، والمقصورة الرئيسية نعم. للملعب. يعني نتمنى أن تعود أجمل مما كانت. لكن حدثني عن الوجوه الجديدة التي فرضت نفسها على الساحة على صعيد التدريب. نعم. على صعيد النجومية، باعتبار أن النجوم ذهبوا إلى الدوريات العربية. تماما. لا هو الطريف أشرف أنه من 150 لاعب سوري محترف، في لاعبين أعمارهم صغيرة 15 و16 سنة عم يلعبوا في دوري الناشئين والشباب مثلا في الأردن أو في عمان أو في البحرين وفي الدول الثانية. طبعا في منهم نتيجة الظروف اللي عاشتها بعض المدن صار في هجرة، لكن اللاعب السوري دائما مطلوب هو في الأندية. أنتوا يكفيكم اثنين بصراحة، يعني عمر السومة نعم. هذا النجم الذي فرض نفسه على الدوري السعودي وهداف 22 هدف. خلينا في راس الخطيب. احكي نعم. لنا عنه. يعني بإحصائية
هي بسيطه. مثلا افضل لاعب كان في الدوري اللبناني كلاعب اجنبي كان اللاعب السوري خالد الصالح، خلص الدوري اللبناني. افضل لاعب هداف الدوري الاردني كان اللاعب السوري نضال صالحاني. هداف الدوري السعودي هو عمر السومه. هداف الدوري الكويتي هو فراس الخطيب. افضل محترفين في الدوري العراقي هن سوريين، حمدي القادري وغيرهم، ومجموعه كبيره من حمدي القادري هو حكم صديق حكم لسه عايز اقول لك ده حكم كبير. نعم. في جهاد الحسين متألق. نعم، بدي اقول لك احسن صانع العاب تتصارع عليه ناديي الشباب والاهلي. حمدي المصري طبعا اللاعب اللي لك عليه في الدوري العراقي. حسام السيد ايضا من افضل المدربين الان في الدوري العراقي. بالنسبه للدوري العماني نزار محروس ما زال موجود. نزار محروس ترك من الفيصليه لكن موجود. نعم. وعماد خان وغيره. جهاد الحسين هو افضل صانع العاب في الدوري السعودي. حسين عفش في بيروت وموجود راح يجدد عقده في عده عروض جايته هلا من الانديه اللبنانيه. في الدوري العماني افضل حارسين في الدوري العماني هن الدوريين مصعب بلحوس واحمد مدنيه. في الدوري الكويتي مثل ما حكينا في عنا ايضا في لاعب متالق وقلب دفاع منتخب سوريا احمد ديب يلعب في السالميه ولعب المباراه النهائيه على كاس النهائيه. في ومحمود المواس اللي بيلعب مع النادي العربي، واحمد الصالح قلب دفاع منتخب سوريا ايضا في النادي العربي. اذا نجوم الكره السوريه. كثيرا بعمر السومه، لك ان تشاهد لقطه من اهدافه التي سجلها من ركله جزاء. واحتفينا به هنا في ملاعب العرب. النجم السوري الذي فرض نفسه على الملاعب السعوديه. نعم، وهو انا يعني بحسب ما بقى يعني حسب توقعاتي انا وتوقعات البعض يعني بتصور انه يكون هو الافضل لاعب عربي هذا الموسم باعتبار هو ضمن جائزه افضل هداف لانه ما فيش حد جاب 22 هدف. صح. ولولا الإصابة حتى فريقه لم يخسر إلا في أمس في كاس اتحاد في كاس نعم في بطولة الأندية الآسيوية. خسارة كانت الأولى هي يعني بدون خسارة. كان مفاجأة الدوري السعودي وكان قريب من الفوز باللقب رغم أنه فاز بكأس الملك بتصور في الموسم الماضي. نعم. إذا 150 لاعب سوري مثل ما قلت لك. لكن الظاهرة الجديدة أيضا في الكرة السورية أنه معظم لاعبي المنتخب الوطني الأول والأولمبي هم اللاعبين المحترفين. وهي أول مرة بتصير يعني لأن اعتدنا أنه المنتخبات العربية لاعب أو 2 3 محترفين برا، عكس بعض دول المغرب العربي، الجزائر، المغرب، تونس. محمد عفش هو القائد لهذه المجموعه تماما. ومحمد عفش كان محترف في الدوري اليوناني من قبل. كان لاعبين 3 محترفين في سوريا. عمل حد الان جميع لاعبي المنتخب الوطني الاول 90% هن من لاعبين المحترفين في الانديه العربيه. لكن بنفس الوقت يعني الظاهرة كمان المميزة في الكرة السورية انه رغم عملية التفريق اللي اصابت الاندية من نجومها ظهر جيل جديد من اللاعبين اثبت جدارته. المنتخب الاولمبي رغم انه في وجود اكثر من 20 لاعب محترف، لكن المدرب مهند الفقير اختار مجموعه من المحليين والمحترفين، عمل تشكيله وبرز اكثر من لاعب، وهلا بيجتن عروض احتراف كمان اللاعبين الجداد الصغار. منتخب سوريا للناشئين صور اعمارهم تحت 17 سنه، ومع هيك عده انديه اوروبيه عم تطلب عدد من اللاعبين السوريين صغار السن للاحتراف. ربما كان في المحنة نعم منحة. تمام. أعتقد ربما كانت هذه للأفراد وللشعب السوري يعني يؤكد من خلال معدنه الأصيل. وكذلك الكرة السورية أعتقد والرياضة السورية، بس الكرة تحديدا باعتبار حضرتك متخصص في كرة القدم السورية، أكبر مكاسبها أن يعني أبرز إنجازاتها في 2011 في كأس آسيا. قدموا في الدور الأول مستوى جيدا نعم. ولكنهم خرجوا من الدور الأول. أعتقد الآن يملكون من الخبرة والكفاءات. لدينا في مصر لاعب ممتاز الفتاح نعم. أيضا يواصل عطاءاته مع وادي دجلة منذ نحو 6 سنوات بتميز، وهو انتقل يمكن لنادي في الأخير. نعم في الشتاء، في انتقالات الشتاء. طبعا هو لاعب دولي، لكنه أقصد موجود في مصر ومتميز وفرض اسمه ونفسه، وكان ضمن المنتخب السوري. وكانوا طبعا اللاعبين السوريين كانوا نرجع للتاريخ القديم، يعني كان لاعبين سوريين منتشرين في الانديه المصريه لحد الحكي في الخمسينيات وفي الستينيات. مهند البوشي مثلا، مهند البوشي بالجيل الثمانينات. نعم. لكن بالستينيات ايام الوحده بين سوريا ومصر كان في عندك طبعا ايام الوحده كان في منتخب الجمهوريه العربيه المتحده وعدة لاعبين مثلوا المنتخب الدولي الواحد. نعم. موسى شماس الله يطول بعمره 85 سنه لاعب. ربنا يديله الصحه. نعم. وايضا في لاعبين سوريين هن فلسطينيين سوريين مثل فؤاد ابو غيلة ومروان كنفاني ويوسف محمود والعميد محمد عزام اللي هو والد ابو احمد عزام، لعب مع نادي سكة الحديد هون في مصر. نجوم كتير من الكرة السورية طبعا لعبوا في الأندية المصرية.
لكن نتمنى الآن أنه ترجع اللقاءات السورية المصرية. وممكن قريت خبر، أنا ما أعرف إذا كان صح ولا لا، أنه ممكن يكون تتأمل مباراة أنه يلعب منتخب سوريا مع منتخب مصر. ما بعرف صحة هذا الخبر، إن كان خبر عادي ولا خبر هيك. لا إن شاء الله يبقى مش عادي، إن شاء الله يبقى رسمي. أصل هو في إيه يعني إيه اللي حاصل يعني؟ السوري شقيق المصري والمصري شقيق بركي جامعة العربية بتتدخل بالموضوع هذا حتى لو مباراة ودية، يعني ما بنعرف، كل شيء بيصير. المهم مسخت الحكاية. المهم أشرف، الحديث عن منتخب سوريا، عنده مباراة بعد بكرة ودية مع منتخب لبنان في بيروت بإطار استعداده للتصفيات الآسيوية والتصفيات المجموعة بتاعته شايفها ازاي؟ والله شوف يعني هلا ايران هي دائما، اليابان هي عقده دائما، مجموعه مثل ما بتعرف انت بتضم اليابان وسنغافوره وافغانستان وكمبوديا. طبعا يعني اليابان هي مرشحه اولى طبيعي. يعني طبعا الفريق بتاهل، كل الاول بتاهل الى الدور الثاني وبياخذوا احسن 4-5 منتخبات توالي. نعم. لكن انا عجبني تصريح هذا الاعلاميين الخليجيين وقت عم يسالوا احدهم انه اليابان منتهي امرها هي، قال له لا، منتخب سوريا بعد ما شفناه نحن في جولته الاسيويه وعم يفوز كان بسهوله، وكان اخر مباراه لعبها مع منتخب الاردن في عمان وفاز فيها. نعم. انه يمتلك القدره على ازعاج المنتخب الياباني. نعم. وانا كما ممكن حدث من المنتخب الاماراتي ازعج المنتخب نعم. الياباني. وممكن تكون الفرصه هي 50-50 صور بين منتخب اليابان وسوريا. اكيد طبعا هلا بنقول احنا اليابان هي فوق اسيويا فوق. نعم. لكن منتخب سوريا بما يضمه من نجوم في في الوقت الحالي قادر انه يروح لبعيد ان كان بالتصفيات الاسيويه او تصفيات المونديال. والحلم السوري ما بنعرف يمكن يتحقق من خلال هذا المنتخب الجديد اللي بيقوده المدرب السوري فجر ابراهيم. برضو كان في كلام كتير يمشي ويقعد، لكن نعم. الراجل مستمر. كمان المنتخب الناشئين تغير المدرب. نعم. بس جابوا المدرب القديم ليسير بالتجهيز فريق جديد. ما هو يعني انا للاسف كنت بتمنى، انا طبعا مع احترامي لكل المدربين السوريين، وانا التقيت مع الكابتن محمد عطار يلي هو استلم منتخب الناشئين نعم. السوري في ظروف صعبه جدا وبمعسكرات محليه من عدا اسبوع واحد خارجي كان في الكويت، وقدر يعمل هذا الانجاز بعد ما رجعوا، بعد ما تاهل المنتخب الى نهائيات كاس العالم. للاسف وجد اتحاد الكره انه لازم يبحثوا عن مدرب اكثر خبره، وتم اختيار فجر ابراهيم منتخب الناشئين، لكن اعتذر فجر بعد اسبوعين من تولي المهمه، وتم التعاقد مع المدرب المحلي مروان خوري نعم. يلي هو سبق وكان مدرب منتخب سوريا الاول. طبعا محمد عطار انا كنت بتمنى انه يستمر مع المنتخب الناشئين نعم. لانه هو عمل انجاز، لكن بنفس الوقت اتحاد الكره له رايه الخاص عكس رأي الشارع الرياضي تماما. دائما الشارع الرياضي رأيه مختلف مع الاتحادات نعم. لكن رجع قبل العمل مع منتخب سوريا الجديد للناشئين اللي بده يشارك بتصفيات كاس اسيا العام القادم. نعم. هو قال انه كمان عوده مشروطه بشروط انه ما حدش يتدخل في اموره الفنيه. نتمنى له التوفيق، ونتمنى لسوريا شعبا وارضا كل الازدهار والتقدم والتطور، وتعود سوريا افضل مما كانت، لان سوريا بوابه العرب الشرقية، وسوريا توأم مصر وشقيقة كل الدول العربية، ولا يمكن أن يقبل أحد أن يستمر نزيف الدماء في سوريا، أو أن يستمر يعني تغلغل هذه القوة الداعشية الجاهلية في الأراضي السورية. تدمر سبق وكنت ضيفا فيها مع الفنان القدير سامح السريطي في مشاركة لاكتشف سوريا، رالي اكتشف سوريا، وكنا بضيافتكم ورأينا آثار الملكة الزنوبية. يعني أتمنى أن يلحق العالم آثار تدمر قبل أن يتوغل فيها الدواعش. مشاهدينا الكرام، هكذا كانت حلقتنا من ملاعب العرب. شكرا جزيلا لضيفنا وضيفكم الإعلامي السوري الكبير الأستاذ فايز وافي، شكرا جزيلا، شرفتنا. شكرا أشرف، وبتمنى التوفيق لبرنامجك وللرياضة المصرية وطبعا للرياضة العربية بشكل عام. إن شاء الرحمن كل التوفيق للرياضة السورية والرياضة العربية في كل مكان، وللوطن العربي الكبير التحية من الماء إلى الماء، من المحيط إلى الخليج. دمتم في أمان الله، نلتقيكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من ملاعب العرب.